أهلا شباب، اليوم راح استعرض لكم اللي هي المذر بورد MSI B450M مورتر ماكس. تابعوا. طبعا مثل ما تعودنا دائما، أول شيء أفتح لكم الصندوق. هذا هو الصندوق. طبعا أخبركم مواصفات بشكل سريع. طبعا هي تحتوي على ديسبلاي بورت و HDMI، وفي مال فلاش بايوز بutton اللي هو مال تحديث اسمها المذر بورد بدون معالج وهذا والرامات. تمام. طبعا هنا يقول لك في تايب سي، هذه المداخل الاعتيادية 3.2 الجديد. هنا طبعا فتحات الصوت مثل ما لاحظت. هذه هي المذر بورد، زين، قصدي الكرتون من المذر بورد. تمام. اليوم راح استعرض لكم واوريكم من الداخل. طبعا هذا هو السي دي، وهذا اللي هو الام دوت 2 اللي هو مثل ما تعودت دائما افتح لكم الصندوق. طبعا هذه تدعم لحد 5000 رايزن 5000. تمام. طبعا هذه المذر بورد تحتوي على مداخل كثيرة. هذه هي الدعم مالها اللي هو ال1 وال2 و3 الى ال5 جنريشن يعني. طبعا هذا هو البوكس. طبعا انا طلعت المذر بورد خليتها على صوب. زين. طبعا هذا السي دي، هذا هم البراغي مال ام دوت 2. طبعا هذه الكتيبات، وهذا هو الستيكر اللي دايما يعطونا اياه. هذه الوايرات الساتا، وهذا اللي هو مال الخلف ايو شيلد. طبعا هذه هي المذر بورد. طبعا انا ركبت المعالج. طبعا بخبركم المواصفات. طبعا هنا يو اس بي عادية، وهذا اللي هو الماوس القديم. طبعا هذه الفتحات في ديسبلاي بورت، فيها مداخل 3.2 غالبا، يعني 3.2 3.2 هي اللي هو تايب سي. هذه هي كيف شكلها اللي هي المذر بورد. طبعا في اثنين اللي هن ام دوت 2. طبعا واحد تيربو وواحد العادي، وفيها 4 مداخل. تقدر تسوي 4 رامات، تدعم إلى حتى 128 جي بي. طبعا هذا بشكل سريع اللي هي المذر بورد بشكل عام. وتدعم الرامات لحد تقريبا 3080 كذا أو 3600. يعني دعمها كبير في المسمى في في الرامات. طبعا تحتوي على كل شيء اللي هن المداخل الأساسية، وهذه الأشياء تحتوي على كل شيء. طبعا تدعم الأوفر كلوكينج، ومثل ما خبرتكم إنه هذه المذر بورد تدعم إلى رايزن 5000. هذا مثل ما واضح معاكم. وهذا في إضاءات بعد على الصوت. هذا مثل ما تعودنا دائما أوريكم بشكل سريع، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله تعالى. قبلوا تحياتي. سلام.